مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. حققت غينيا الاستوائية فوزا كبيرا على غينيا بيساو ب4-2 اليوم الخميس في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من المجموعة الأولى لكأس إفريقيا الكوت ديفوار. ويدين منتخب غينيا الاستوائية بهذا الفوز لقائده إيميل يونسو الذي وقع على هاتريك في الدقيقة 21 وال51 ثم 61 ليضيف بعدها خوسي ميراندا الهدف الرابع في الدقيقة 46. بينما سجل هدفي غينيا بيساو كل من إستيبان أوبيانغ في مرمى في الدقيقة 37 والبديل جوزي كوريا في الدقيقة 90. وبهذه النتيجة يكون منتخب غينيا بيساو أول المغادرين لكان الكوت ديفوار. وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة سقط أصحاب الأرض منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا بهدف اللاعب ويليام إيكونغ في الدقيقة 55 من نقطة الجزاء، ليرفع بذلك منتخب النسور رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع منتخب غينيا الاستوائية، فيما أصبحت مأمورية الفيلة للعبور صعبة ضمن المجموعة الأولى. والآن إلى أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث تمكن أسود الأطلس يوم أمس الأربعاء من الانتصار على منتخب تنزانيا ب3 أهداف مقابل 0 ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لكان الكوت ديفوار. وجاء هذا الانتصار ليعطي المزيد من الثقة للشارع المغربي ويعبد العبور لأسود الأطلس نحو الدور المقبل. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الوصول باكرا إلى ساحة المعركة يعني الاستعداد ورص الصفوف لشد الهمم وتحقيق النصر. لم يكن المنتخب الوطني وعلى رأسه وليد الركراكي مخطئا بالوصول مبكرا إلى الكوت ديفوار، حيث كانت الألفة مع مناخ سان بيدرو مهمة لأسود الأطلس. 90 دقيقة شبه مثالية أمام تنزانيا كرسوا خلالها شخصية البطل وروح وأسلوب الفريق المونديالي. النتيجة والأداء واختراق المشهد الصعب وترويض الظروف المناخية كلها أشياء تجعل من ثلاثية الأسود أمام تنزانيا فاصلا أول في ملحمة يطوق الأسود لتكون لها ذات الإيقاعات المونديالية التي عاشها ربيع العالم بمونديال قطر. نتائج بداية الكان بعد تمرد الصغار على الكبار لم تكن مبشرة لوليد الركراكي ولاعبيه، لكنها كانت مهمة لأسود الأطلس لتوخي الحذر ودخول المنافسة بشكل أكثر واقعية لتحقيق المبتغى وفتح الطريق نحو لقب غائب منذ عام 1976. تصريحات وأقوال مستفزة من مدرب منتخب تنزانيا كان هدفها التشويش على العناصر الوطنية، كلها عوامل جعلت منتخب الأسود يبدأ بقوة ويضرب بثلاثية مؤكدا على قوة وصلابة تركيبة وليد الركراكي. الظهور في المنافسة يوم الأحد المقبل بمواجهة الفهود لتأكيد المسار في طريق المنافسة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. نترككم مشاهدينا مع برنامج مباريات يوم غد لكأس إفريقيا الكوت ديفوار. إلى اللقاء.